في واحدة من أشرف نهائيات كأس مصر، الأهلي واجه الزمالك ب10 لاعبين بعد طرد عماد النحاس، لكن اللي حصل بعدها دخل التاريخ. شوف ازاي الأهلي قلب النتيجة وكتب واحدة من أعظم صفحاته الكروية في مباراة مجنونة ما تتنسيش. الماتش ده اتلعب سنة 2007 في نهائي كأس مصر، الأهلي قدام الزمالك، والماتش مولع من قبل ما يبدأ، جمهور وإعلام وضغط والكل منتظر الكاس. الأهلي نزل بتشكيلة قوية جدا والزمالك جاي يموت نفسه على الكاس، لكن اللي حصل كان جنون كروي. بدأت المباراة والضغط كان عالي، الأهلي بيهاجم والزمالك بيرد، لكن في الدقيقة 29 حصلت مصيبة. عماد النحاس طرد كارت أحمر مباشر عشان الأهلي يكمل المباراة ناقص لاعب، والناس خلاص قالت الكاس رايح للزمالك. بس اللي حصل بعد كده ما يتصدقش، الأهلي ولع الدنيا، محمد أبو تريكة وعماد متعب وفلافيو كلهم ولعوا الماتش. رغم النقص العددي الأهلي ضغط وسيطر وسجل هدف ورا التاني عشان يخلص النتيجة 4-3 للأهلي. الماتش ده ما كانش بس فوز يا صديقي، ده كان إعلان رسمي إن الأهلي عمره ما بينكسب، إن لو عنده 10 لاعبين قلبهم بيساوي 100، إن الكيان أكبر من الأزمات. والتاريخ دايما بيحكي إن الأهلي لو وقع بيقوم أقوى من الأول. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واستنى حكاية جديدة من حكايات التاريخ أهلاوي. في النهاية الأهلي دايما في القلب. سلام.